الموضوع ده مرفوض تماما من كابتن حسن شحاته، ويعني يبقى الناس بتهرج داخل اتحاد الكره المصري. وانا طبعا الواحد يعني الفتره اللي فاتت مش عايز يهاجم او كده، احنا دايما قلنا ورا الاتحاد المصري وورا منتخبنا المصري في اي ظروف، ورا الكابتن شوقي غريب ورا الكابتن حسام البدري ان شاء الله، ورا الجهاز المعاون اللي هيكون موجود في منتخب مصر. بس الناس يعني فعلا الكلام اللي اتقال بقى قبل موضوع الاجتماعات وتحديد المناصب والكلام ده، ناس بتهرج. يعني انا ما بحبش اغلط في اتحاد الكوره او اغلط في اشخاص في برنامجنا، وبخرج الامور الشخصيه عن يعني الامور الفنيه او شغلنا، ولكن طبعا الموضوع ده مرفوض تماما. كنت بتكلم انا مع الكابتن حسن شحاته في القصه دي، وقال لي يعني ان الناس دي تبقى بتهرج ويعني بتستظرف. وطبعا كابتن حسن شحاته موضوع منصب المدير الفني في اتحاد الكوره زي ما كان قبل كده رمز كبير، كابتن محمود الجوهري كان موجود والناس ما احترمتوش وضايقته وما خدتش برايه في تكوين المنتخبات والقصه دي. وفي نفس الوقت الموضوع اللي كان دوري القطاعات اللي الكابتن جوهري كان عايز ياخده. فالمهم المنصب داخل اتحاد الكوره اساسا يعني منصب ضعيف جدا. وفي نفس الوقت كابتن حسن شحاته قصه ان هو هم عايزين في اتحاد الكوره يدوا انطباع ان كابتن حسن شحاته خلاص بقى يعني موضوع التدريب والكلام ده، كابتن حسن عجز وكبر بقى عنده 90 سنه والكلام ده، فهنبعده هنخليه منصب المدير الفني اتحاد الكوره. طبعا المنصب ده مرفوض تماما من كابتن حسن، وانا بنصح اتحاد الكوره يعني ما حدش يكلم كابتن حسن في الموضوع ده عشان ما يهزقوش او يرشحه حتى عشان ما يبقاش الشكل وحش داخل اتحاد الكوره. كابتن حسن شحاته مدير فني في الملعب فقط، الجوانب الاداريه دي يدوروا على حد تاني في القصه دي. ومش عايز اكتر في الكلام عشان الواحد ما يغلطش يعني.